يحصل حاجه. حسام حسن في فتره قليله جدا جدا احنا حتى لمسنا الروح دي انها بدات ترجع في ماتش الحدود، رغم ان هو كان يعني هو ماسك بقاله يومين، وشفنا الروح دي موجوده، او شفنا يعني اللعيبه كانت محتاجه حسام حسن. هم كانوا فعلا هو ده اللي كان ناقصهم. وفعلا اللعيبه هو فعلا زي ما انت كنت بتقول قاعد اكتشاف ناس جديده. ابراهيم صلاح في نص الملعب يعني ما كانش حد بيلعبه، ما كانش حد بيبص عليه، ما كانش حد يعرفه. نزله وتمسك بيه. اول ماتش كان يعني متوسط الاداء، الماتش اللي بعده ماتش الاهلي كان طبعا كان عالي جدا. احمد غانم سلطان كمان يا مصطفى، احمد غانم سلطان مع المدربين قبل كده كنا بنقول له اقعد، دلوقتي احنا مبسوطين جدا بادائه، لعب ماتش الاهلي كان عالي 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 يعني. فبالتالي يعني ان كل حاجه فعلا اتغيرت مع حسام. عايز ارجع لنقطة شيكابالا تاني، لان شيكابالا بقت علامة استفهام في الزمالك مع المدربين اللي قبل كده. شيكابالا ما كانش له دور خالص، كان يا دوبك بيقعد يمشي بالكورة وشوية مهارات من عنده كده بس من غير فرقة. فرديه دلوقتي مع حسام حسن ممكن ما بيظهرش بمهارته قوي، لكن ظاهر التكتيك حسام حسن فيه أثر فيه جامد، ان هو جايبه ناحية الشمال. شيكابالا ما بيتحركش غير ناحية الشمال، قايم بدوره تكتيكي دفاعي وهجومي. عشان كده بانت فعالية شيكابالا في كورتين، في كورة لأحمد جعفر راح بيها جول وحطها جول، وفي كورة حازم إمام في الدقيقة 4 وجاب منها جول. يعني شيكابالا عمل كورتين بجونين. بغض النظر بقى عن شيكابالا يجري كتير في الملعب وبتاع، أهم حاجة إن هو يبقى مفيد في الملعب. فادي النقطة اللي بخصوص شيكابالا. بخصوص لعيبة تانية اكتشاف حسام حسن زي أحمد جعفر. يعني أحمد جعفر ده ما كانش موجود في نادي الزمالك خالص، النهارده ينزل ويجيب جونين. يعني هو ده طبعا ده توفيق يعني من عند ربنا، بس هو النهارده اللعيب ما قصرش، النهارده بيجري وبيضيع وبيشوط وبيحضر يعمل كل حاجه في الكوره. نفس الحكايه ميدو اللي كان بيوصل الجون بالعافيه مره ولا اتنين، النهارده مضيع 3 اجوان ولا 4 اجوان. اجوان كتير ميدو مؤكدين، والراجل يعني ما قصرش فيهم، حاططهم بكل قوه وبكل تركيز. بس هو التوفيق بس ما حلفوش واحده فيهم. ده حتى حسن مصطفى يعني ما كانش بيلمس كوره، كان بيلعب 90 دقيقه ما كناش بنشوفه بيلمس كوره. دلوقتي بدات تشوف حسن مصطفى بيبدا بيدخل يعني بيشارك شويه في الملعب، بيساند كتير. يعني كل حاجه بجد، كل يعني مش عايزين نتكلم على لاعب لان فعلا كلهم يستاهلوا، وكلهم فعلا كله اتغير، وكله يعني بقى عنده روح. يعني هي فعلا كانت عوده الروح للجسد اللي احنا محتاجينها. حسام حسن رجع الروح تاني في النادي. ناقص بقى ان احنا الروح دي نستمر عليها، واحنا مش هنحافظ عليها. يعني احنا نفسنا لينا دور في ان احنا نحافظ على الاداء ده، ان احنا ما نفرحش قوي. مش عايزين نهلل بقى جامد ونهيص وخلاص بقى ده احنا كسبنا المصري يبقى رجعنا، لا طبعا. المصري النهارده برضو كان اداء وحش، يعني المصري ما كانش بيلعب كمان عدل يعني. لا فعلا فربنا يسهل ان شاء الله بقى الفتره الجايه. انت ايه رايك النهارده في التشكيل يا مصطفى، وفي الاداء بقى بصفه عامه؟ انا اللي عاجبني بغض النظر عن التشكيل وبغض النظر ان انا في نفسي لعيبه تلعب على لعيبه، بس اللي عاجبني ان هو ثبات التشكيل. حتى لو التشكيل مش كويس او مش متكامل 100%، دي طبعا ترجع لوجهة نظر المدير الفني يعني. بس انا شايف ان ثبات التشكيل دي حاجه مهمه، حتى لو اللعيبه مش مكتمله 80% كتشكيل سليم، بس ثبات التشكيل بيعلي النسبه تقريبا. عكس ان انا ابقى ملاعب كل يوم او كل ماتش بلاعب 11 لعيب شكل، كل ماتش بغير 5 أو 6 لعيبه. لا احنا من يوم حرس الحدود والتشكيل ثابت، فدي عجباني قوي. بغض النظر بقى ان في لعيبه انا حاسس ان ممكن تلعب في مكان، يعني مكان لعيبه موجوده في الملعب، بس دي طبعا ترجع لوجهه نظر المدير الفني. معانا تليفون تقريبا يا علاء. معانا تليفون يا مصطفى. الو الو، ازيك يا نرمين؟ ازيك يا الاء؟ الحمد لله. ازيك يا نرمين؟ ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيكي. مبروك على ايه؟ عمود. نقعد. موضوعنا بقى النهارده هو ايه؟ مبروك دي موضوعنا كله بيتلخص في مبروك. في فرحه نرمين جامده قوي بعد التعادل مع الاهلي، والنهارده طبعا عشان كسبنا المصري. يعني انت ايه رايك في الناس الفرحانه قوي دي، او في الزملكاويه الفرحانه؟ لسه بدري ان انا نفرح يعني.
اكيد انت برضو مش معاهم اكيد صح، مش شايفه ان احنا كده بنقلل فعلا من نادي الزمالك. لا مش لدرجة ان احنا نفرح قوي كده. متأكد لا 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 لا، استني بقى، نرمين معاهم لان نرمين كلمتني وقالت لي مبروك غير فرحان. ايوه 3 نقط، يعني انت مش فرحان عشان 3 نقط؟ اكيد لا اكيد لا لا، طبعاً. حتى انا بقول لك انا عندي شغل بكره وعايز اقوم انام، قالت لي لا مفيش نوم النهارده الليل عيد. حصل؟ قولي له ما حصلش. ما مش عارف ما حصلش. يعني انا عن نفسي لما كنت في الاستاد الناس خارجه بقى مبسوطه كده وسعداء جدا. قعدوا مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق ينادوا للعيبه بقى كلهم ويلا بقى وهيصه وعلى حسين ويشتموا بقى كله. رحت انا مبسوطه قوي. غريبة وكسبنا. طب نشكرك يا نورين على اتصالك. انا ما خلصتش كلامي مش هقفل. ايه رايك في الاداء النهارده؟ لا حلو، بقى فيه روح. بقى فيه روح. بقى فيه روح عن الاول كتير يعني. حسام حسن بنقول احنا لسه بنتكلم بنقول ان حسام حسن غير كتير، يعني اكتشف لعيبه جديده، في مثلا ابراهيم صلاح، احمد غانم ما كانش بيأدي دور خالص، ولا ايديك ولا احمد جعفر بقينا نشوفهم. صح. لا احمد غانم كان وحش قوي بس بقى احسن دلوقتي. بقى احسن كتير، بقى خلاص بقى في ناس رضيت عنه خلاص. يعني شويه، انا مش راضي عنه قوي طبعا بس شويه يعني. واديكو برضه يعني الراجل بيعرف يلعب اهو. مش عارفه كان فعلا مش عارفين كملوا مع هنري ميسيل يعني. مفيش حد كان بيلعبه خالص يعني. بس لسه في سوء حظ برضه مع ميدو. مع ميدو بصراحه قوي بس الولد بس بصراحه ده حلو. نعم نرمين، نعم. انت شايفه ان التشكيل اللي بينزل بيه حسام حسن اللي هو مثبته ده هو التشكيل الامثل ولا ممكن يبقى فيه تعديلات؟ هو يثبته عشان يبقى احسن، عشان الفريق يتحسن، ده قصدي. ايوه بغض النظر ان هو ممكن يتعدل فيه او لا. لا على الاقل يثبته دلوقتي. تمام. انت توقعي ايه بقى؟ عندنا اسيوط والمنصوره هنا، توقعي الماتش الجاي اسيوط في اسيوط. المنصوره بس فين؟ المنصوره هيبقى هنا عندنا القاهره. طيب كويس. بس لاحظوا ان اسيوط والمنصوره هي الاسيوط والمنصوره الفرقتين اللي تحت. احنا الدور التاني كله بره. لا صعب قوي الدور التاني، هيبقى تقيل، ولكن الدور الاول احنا لسه عندنا بس هو اسيوط اللي هيبقى هناك، وبعد كده المنصوره هنا. يعني الماتشين اصلا الفرقتين بيصارعوا على هبوط يعني من اول الدور، يعني مش عارفه. لازم نكسب. صعب. تتوقع ان احنا ممكن نكسب اسيوط هناك؟ هو يعني فريق معاه 5 نقط وفي اخر يعني في المركز ال 16 تقريبا من الدوري، موقفه صعب قوي. لا لازم نكسب لازم نكسب. ده فريق بيشيل طوب من اي فرقه في الدوري، هيجي علينا احنا نقف يعني مع المحله ما كانش بيشيل قبلنا. مفيش يعني. انا رايي ان احنا لازم نكسب علشان الدور بس الاول على الاقل يخلص يعني كويس. بالتأكيد ان شاء الله ربنا يوفقهم كده الماتشين الجايين ونخلص كده معانا 6 جونات الجايين دول ناخدهم بقى عشان محتاجينهم جدا فعلا. يا رب ان شاء الله. توقعي ممكن لو كملنا كده بمستوى كويس ممكن الزمالك يعني يختم في مركز احلى من كده، يعني احلى من كده ايه، احلى من السنه اللي فاتت كتير، يعني يطلع فوق ولا يعني السادس بقى يعني زي السنه اللي فاتت؟ يعني احنا السنه اللي فاتت كنا الثالث، مش معقول السنه دي. احنا السنه اللي فاتت كنا الثالث مش كده؟ كنا السادس. انا عايز اقول لكم على حاجه، يعني ان احنا دلوقتي في ال 12 تمام. خلص 9 احنا دلوقتي في مركز 12 وعندنا كام نقطه؟ 15 نقطه او 15 تمام. اللي في المركز الخامس المقاولين عنده 18 نقطه. ما انا بتهيألي انا اتوقع ان احنا ممكن نفهم يعني في الموضوع سهل قوي، مش صعب يعني. هو الفرق بسيط على فكره بين كل الفرق. طيب هو ده اللي مسهل المأمورية، يعني احنا ما بنتكلمش بقى في مركز اول وتاني يعني، بس احنا عايزين حتى تالت عشان نشارك في افريقيا السنة الجاية ان شاء الله. احنا نحاول بقى ان شاء الله السنة دي يعني. ربنا يكرمهم بقى ان شاء الله. ربنا يكرمك. نشكرك يا نرمين على اتصالك. ميرسي قوي. باي باي. فانا كنت عايزه نتكلم كده في موضوع ان احنا ممكن يعني الفترة الجاية بقى، يعني فترة يعني هنلعب اسيوط هناك. مش عارفه يعني هم تقريبا معاهم 5 بونت تقريبا يا مصطفى، مش يعني مش متاكده من النقطه دي، بس هو مش معاهم ولا كده.